بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الأيام رقم 4. تحل علينا هذه الأيام ذكرى شهداء الشعب الصحراوي تزامنا مع الذكرى الشهرية الرابعة لاغتيال الشهيد محمد لمين هيدالة يوم 8 يونيو 2015، والتي كانت على أيادي مستوطني المغاربة وبتواطؤ مع الشرطة المغربية ووزارة العدل المغربية والطبيب المشرف على فحص الشهيد محمد لمين هيدالة. وإذ نؤكد أن جريمة الاغتيال هي في حقيقتها من جرائم الدولة المغربية التي تريد منها تصفية الجسدية للشباب الصحراوي الذي يقاوم ويناضل يوميا في الشوارع والمدن المحتلة من أجل فرض حريته وكرامته. الشهيد محمد لمين هيدالة باعتباره أحد شباب الصحراوي فإنه عنوانا وشهادة تاريخية على مسلسل الدموي وتصفية الممنهجة ضد الشباب الانتفاضة التي كان هو آخر من طالته أيادي القدر، وكذا الشهيد حسن الوالي والشهيد سعيد دنبر ولائحة الشهداء الانتفاضة معروفة وكثيرة. وما يفضح هذه الجريمة هو تعرض الشهيد لجريمة اغتيال أخرى على يد الأجهزة القمعية المغربية التي هربت جثته ولم نعرف مصيرها إلى حد الآن. وفي إطار المعركة التي تخوضها أم الشهيد هدي تكبر، معركة الأمعاء الفارقة أمام القنصلية المغربية بلسطنبس جزر الكناري، فإننا نعلن من هنا تضامننا معها وتأييدها من أجل كشف عن حقيقة وملابسة اغتيال ابنها والقبض على الجناة الذين هم الآن يتجولون دون حسيب ولا رقيب. ولهذا ندين جريمة اغتيال الشهيد محمد لمين هيدالة بمنفذيها ومن تواطأ معهم ونسجل ما يلي. أولا، نحمل كل المسؤولية للدولة المغربية لما قد يقع لابنتنا هدي تكبر من مضاعفات الإضرار عن الطعام ولحالتها الصحية المتدهورة، وذلك من يوم 15 ماي 2015 إلى يومنا هذا. ثانيا، وطالبتنا بفتح تحقيق ونزيف في قضية اغتيال الشهيد محمد لمين هيدالة وتحديد المسؤولية الفردية والجماعية في جريمة الاغتيال. ثالثا، نحمل الدولة المغربية كل المسؤولية باختطاف جثمان الشهيد محمد لمين هيدالة دون علم العائلة. رابعا، مطالبتنا باعتقال ومحاكمة كل من تورط في جريمة اغتيال الشهيد محمد لمين هيدالة. خامسا، مطالبتنا برفع الحصار المضرب على منزل العائلة من طرف الشرطة المغربية بعيون مقتلة، والخز والآرق والقدر والظلام ولكل أعداء الشعب الصحراوي، وليكن في علم الجميع بأن الحياة بلا كرامة هي موت مؤكدة. كل الوطن أو الشهادة.